تعالوا معايا في رحلة عبر الزمن ونشوف الأزياء كانت عاملة إزاي. وإذا هحكي عن الفاشن فهبدأ من الحضارة الفرعونية، مش عشان أنا مصرية، أكيد ده فخر ليا، بس علشان هي حضارة عريقة. ولأن الكتان كان مزروع على ضفاف نهر النيل كانوا المصريين بيلبسوه. النساء كانوا بيلبسوا الفستان المستقيم، وكان بحمالة أو حمالتين على الأكتاف، وكان اسمه كالاسيرس. كان مصنوع من قماش ناعم وألوان فاتحة. بالنسبة للأحذية كانوا بيلبسوا الصنادل في المناسبات فقط، وفي الأوقات العادية كانوا بيكونوا حفاة، علشان كانوا بيعتقدوا إن الأرض بتطلع ليهم طاقة، فكان لازم يكونوا لامسين الأرض. أما المجوهرات كانت جزء من زي النساء اليومي، يعني الأغنياء كانوا المجوهرات بتاعتهم مصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة، وعامة الشعب كانوا بيلبسوها مصنوعة من الخزف والزجاج. ممكن تتخيلوا ان حتى الرجالة كانوا بيستخدموا المكياج زي الكحل لتحديد العين والاي شادو فوق الجفون زي الاخضر والازرق. موضة مصر القديمة بما تتميز من اناقة وبساطة ومعنى، وما زالت تلهمنا حتى اليوم. بنشوف مصممين كبار ازاي بيستلهموا التصاميم بتاعتهم من حضارة مصر القديمة.